كابتن انه عبد القادر طبعا زمام الامور بنادي الفتوه كمدير فني مثل ما بنعرف. وفريق الحريه بصراحه في تعثرات عم تكون كمان بالنسبه له. عم نلاحظ بعد لقطات المباراه كان فريق الحريه بادئ المباراه بشكل افضل، مستحوذ على الكره، منتشر بشكل جيد، عم يفعل الاطراف بشكل كثير كبير. عم نشوف هي احد الكرات 4 أو 5 لاعبين داخل منطقه الجزاء من فريق الحريه. هذا الشيء بيورجيك انه عندهم واجبات هجوميه، في ثقافه الفوز وثقافه الانتصار كانت متواجده من بدايه المباراه. طبعا بهذا الشيء، واحد الكرات كمان عن طريق التسديد عن طريق اللاعب فراس الاحمد. يعني بصراحه بالمجمل تابعنا، يعني شفنا بعد لقطات المباراه في ايجابيات، في امور كثير تكتيكيه جيده من خلال طبعا بعد دقائق المباراه، الشيء اللي صار بها المباراه هي. يعني الفتوه اللي سجل هدف المباراه الوحيده اسراء ربيع عبر اللاعب حسن عويد. عموما كان يعني التنظيم حاضر بشكل جيد في المباراه حقيقه، يعني بعد فوز ايضا على الجزيره في المرحله السابقه كابتن. يعني 6 نقاط تمام، كثير يعني كثير في عوده الروح خلينا نقول لفريق الفتوه بشكل يعني واضح. بصراحه يعني دائما بنحكي نحن بعرف كره القدم، اي فريق ممكن عم يتعثر، ممكن تجي انت تغير مدرب مباشره حيصير في انتفاضه عند اللاعبين. يعني هذا شيء طبيعي. اللاعبين بيحبوا يورجوا المدرب الجديد طبعا امكانياته. ممكن هو المدرب عنده امور تكتيكيه اشتغل عليها، وممكن دخل لاعبين من عند دكه البدلاء لعبهم، حبوا